بسم الله الرحمن الرحيم. هيتكلم النهاردة عن فرحة اللي بتقابل مربي الحمام. يعني مربي الحمام بيفرح قوي أول ما بيشوف الزغاليل أو البيض. البيض عنده عمران، يعني البيض فيه ربنا كرمه، والبيض فيه في فأس، يعني البيض فيه جنين. الحاجة دي كويسة خالص لما انت بتبص تلاقي ربنا يكرمك، وتلاقي بعد جريك وتعبك وبهدلتك تبص تلاقي الحمام ربنا كرمه وطلع زغاليل. يعني مثلا الحمامة دي كانت بقالها فترة عندي، بالراحة يا حاجة بالراحة ما تتعبيش نفسك. كانت بقالها فترة عندي مش راضية تولف على ذكر، وفي نفس الوقت اديتها ذكر قعدت مرتين ثلاثة برضو مش راضية تطلع زغاليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الحمامة ربنا كرمها وطلعت 2 مرة واحدة. يعني انا حتى كنت متوقع ان هي تطلع 1 أو 2، تطلع 1 اول مرة، ربنا كرم وطلعت 2. الحمامة دي انا اشتغلت معاها، والله بهدلتني احلى بهدلة. اشتغلت معاها بشوية فيتامينات وشوية املاح، واديتها دواء ديدان وظبطتها. ادي اول حاجة. لما ربنا كرم طلعت لي زغلولين اهم. انا ببص اشوف مأكله الزغاليل ولا لا، برضو لان في عيب من عيوب الحمام تلاقي مش مأكله الزغاليل. لا والله ملبياهم اهي ومأكلاهم ومظبطاهم. الحمام لما ربنا بيكرم وبيطلع زغاليل الواحد بيفرح بيه قوي. في حمامه كمان اهي، حمامه كنجيه اهيت برضو تحتها برضو زغاليل. التصوير بس مش عارف، مش واضح قوي، لكن ربنا كرم ولقيتها ايه مطلعه. الحمامه مطلعه زغاليل. الحاجه الكويسه في الحمام لما بتبص تلاقيه يولف على بعضه وخد بعضه وبدأ يشتغل. يعني في جوز اهم برضه لسه واخدين بعض اهم. ربنا يسهل برضه وايه ويشتغلوا. ده ذكر كينج، دي انتايه كينجيه اهي، انتايه كينجيه اهو. والذكر ده كان ابن لاحم وكينج، فعايز اشوفهم هيعملوا ايه يعني. ربنا يسهل ويشتغل. ببص برضو على الحمامه دي. لقيت الحمامه دي تحتها بيضه اهي. الحمامه دي تحتها بيضه اهي الحمد لله. والحمامه التانيه برضو اللي هنا دي الف لها من الناحيه التانيه، برضو لقيتها ايه برضو تحتها بيض اهي. بس يا حاجه ما تزعليش. فدي فرحه المربي لما بيشوف يلاقي حمامه ربنا كرمه ومطلع بيض وبيطلع زغاليل. الحمام لما بتعتني بيه ربنا بيكرمك منه وبيجيب وبيشتغل وبيبقى كويس. لكن بيبقى عايز منك ايه شوية توكل على الله وشوية اعتناء. لو عجبك الفيديو ادعي لنا دعوة كويسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.